بسم الله. السلام عليكم بناتي، ان شاء الله تكونوا لاباس وصحة رمضانكم. راح نقدموا مبادنة شربة فريك باللحم الغلمي، وتكون طريقة ان شاء الله سهلة وتتعلموها وتكونوا تعودوا ديروها في رمضان ان شاء الله. نبداو في المقادير. عندي اللحم تاع غلمي، عندي بصل، عندي سنة ثوم، عندي الفواح راس الحانوت، مغرفه صغيره تاع فلفل حلو وفلفل حار، اكري حار وحلو، راس المقرف قرفه، وعندي مقرف صغيره تاع كزبر مرحي وشويه فلفل اكحل. عندي طماطيش مرحيه كنت موجدتها في كان رخيصه، شيت كونتيتي ورحيتها وجدتها رمضان، درتها في كوبلي هكذا نفتغها بشويه. عندي مغرف تاع طماطيش مصبره راس حار، ربطه تاع حشيش ومعدنوس ونعناع وكرافس. وعندي الفريك انا درت حوالي 4 مغارف. وانتي واش على حسب العائله تاعك؟ توكل حوالي 5 عباد. وزيت وسمن. اول حاجه ندير مغرف سمن وندير 2 مغارف زيت ونضع اللحم. درت لي كوت تاع الغلمي، وندير سنينه ثوم مع شويه بصل مرحي مليح، وندير كوبلي تاع طماطيش مرحيه وخصن تاع كرافس ومغرف طماطيش، مغرف صغيره تاع كزبر مرحي، مغرف كبيره شويه تاع راس الحانوت، وفلفل حار عكري حار وحلو. وندير مغرف صغيره تاع فلفل اكحل مع مغرف صغيره على راس المغرف قرفه خاطر تطلق بنها مليحه في الشوربه، ما تكثريش برك. ونحرك ونغليها فوق النار على نار قليله مده نص ساعه، وانتي تخليها خاطر السر تاعها كاع في التقليه. خليها تكتك، وبعدك ندير الماء يكون سخون باش تمتم تتغالى وما يبسلكش اللحم، ما يقوسش اللحم. ونحرك ونغطيها هي تغالى وانا ندير الفريك، نكون غاسله الفريك بالماء السخون باش يشلفخ ويجي مليح، ومن بعد ديري الفريك كي تغالى. ونحركها ونغطيها وخليها تطيب على نار قليله. ومن بعدك ندير الربطه تاع الحشيش مع نعناع وكزبر ونغطيها ونخليها تطيب. وهاي بعد ما وجدت ندير لها الراس تاع الحار في الاخير بعد 10 دقائق ولا نطفي. هاي وجدت، درت لها شويه قارص وشويه حشيش مع شويه نعناع يكون يابس، حطيه وديريه وتاكلوها بالصحه والعافيه وشهيه طيبه.